يا مساء الفل. بمناسبة الحرائق الكتيرة قوي اللي كانت عمالة تحصل في العالم كله، والله أعلم هتحصل فين تاني. هما ليه أول حاجة بتتحرق الأماكن اللي متسجل فيها التاريخ بتاع أي دولة وخصوصا مصر؟ يعني لما حصلت في 25 اللي احنا عارفينها دي، حرقوا المجمع العلمي. طب هو المجمع العلمي ده مزعلهم في ايه؟ لان كان فيه وثائق ومخطوطات وحاجات من اللي قدروا يجمعوها. طب نرجع بالتاريخ شويتين ثلاثة بقى. في ما قبل الميلاد تقريبا 48 قبل الميلاد، اذا كان اصلا تاريخ الميلاد ده يعني تاريخ ما قبل الميلاد هو تاريخ ايه حقيقي. حرقوا مكتبة الإسكندرية اللي كان فيها أمهات الكتب وفيها وثائق تاريخية بتحكي عن العصور السابقة. العصور السابقة دي اللي هي قد إيه؟ مش زي ما قعدوا يفهمونا مينا موحد القطرين سنة 3200 وإيه، والعيال الصغيرة عمالة تردد وحافظة التواريخ دي. هم اللي إحنا بنقوله لهم هم طبعا بيسمعوا أو بيحفظوه زي ما بيتقال. طب إحنا كبرنا بقى وبقينا نفكر، بقينا بنعقل وبنفهم الشواهد وبنشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لأ.